واحنا سايقين اكتر وقت بنحاول نسوق فيه بسرعه هو اكتر وقت بنعدي فيه بشوارع بتخنقنا بتضايقنا، وبالذات لو احنا معديين في نفق تلاقينا عايزين نعدي بسرعه، لان واحنا ماشيين جوه النفق احنا عايزين نخلص، عايزين مخنوقين، الدنيا مضيقه علينا، عايزين نخرج بره النفق. وهو ده اللي بيحصل في البيزنس. في ناس بتفكر بشكل التانل اللي هو النفق، وفي ناس بتفكر بشكل الفانل اللي هو القمر. في التانل انت بتكتشف ان ايه ده الطريق ضيق، ده الاوبشنز قليله، ده انا عندي مشكله، ده انا مفيش حلول، انا لازم اخلص بسرعه واخرج من الحته دي عشان انا اصلا ما كنتش المفروض ادخل فيها. الفانل حاجه مختلفه جدا، انت بتبقى شايف الفيو كامل. ليه؟ لان هو معمول على شكل قمه، فانت بتبقى شايف الفانل كله وبتبقى شايف الاوبشنز وبتختار اكتر حته انت شايف ان انت محتاج تشتغل عليها وتروح مشتغل عليها. وهو ده اللي بيفرق جدا في الشركات. ففي الشركات انت بتشوف عندك دروب في الجزء السيلز، في الجزء الفاينانشال، في الجزء الماركتينج، في الجزء الادمنستريشن. لو انت اتحركت بشكل التانل انت هتروح تهد الديبارتمنت ده. لكن الفكره كلها ان انت محتاج تتحرك بشكل الفانل. انت شايف الديبارتمنت ده وشايف بقيه الديبارتمنت، لما بتيجي تشتغل على ديبارتمنت بعينه بتراعي بقيه الديبارتمنت. هي دي النقله في الاداره، وخصوصا كمان لو انت بتعمل جراث انت محتاج تفكر بشكل الفانل. انت ما ينفعش تعمل جراث وانت مش باصص على بقيه الديبارتمنتس، وانت مش شايف بقيه العوامل، وانت مش شايف اصلا كمان العوامل اللي بره شركتك. فانت محتاج تشوف جميع العوامل على قد ما تقدر المؤثره في البزنس عندك قبل ما تبدأ تشتغل على جزئية معينة وتخصص وقتك ومجهودك وفلوسك. فلو انت هتشتغل على السيلز انت محتاج تراعي الماركتينج وتراعي الكونتنت وتراعي الفاينانشال وتراعي الايمج بتاعت الشركة، محتاج تراعي حاجات كتير. وهو ده اللي بيفرق انتربرينور عن انتربرينور تاني، وهو ده اللي بيخلي بزنس كتير تتعطل بسبب انها مركزة في حتة معينة. وعشان كده انا عملت فايل مخصوص بشرح فيه ازاي نتحول من التانل للفانل، وازاي نشوف البيزنس عندنا من اكتر من رؤية، وبالتالي تقدر ان انت تدير وتاخد قراراتك في البيزنس وانت سايب